هي السلاح اللي راح يوفي بوعده ميدو لجماهيره اللي تابعته طول هذه المده الرهان. والله انا اسف يا ميدو، احنا نبي نحلقك الحين ميدو قدام الناس. انا اسف يا ميدو، والله انا حاولت اساعدك، انا صعبان علي. شعرك ما شاء الله حلو. من وين من وين نبدي؟ واذا بتعطيني شوي منهم. يلا تعال عشان الجماهير بس تكون موجوده، واحنا قصينا شعر ميدو. هذه لنا هنا انت ناوي لما تفضل تشوف شعرك تحتفظ فيه؟ تفضل ميدو. اسمع ميدو، يعني تفضل ابراهيم ناطرك فوق على حرم الجمر. تفضل بس يا ريت وانت طالع تعدي على كابتن نبيل سلم عليه وبيعطيك هديه. حتى كابتن نبيل هيديني هاك ميدو، حتى كابتن نبيل هيديني مكنه. هاك يلا تفضل. خلي بالك دي زيرو دي. انا شاريها لك من مده، كنت متاكد انه ليستر مش يفوز بالدوري. لا بس ميدو انتبه، انت المكانات هذه انت وسعدون. خلي بالك من العيال. اشوفك على خير. واصل ان شاء الله. يلا ميدو بالسلامه. تفضل. طبعا كابتن احمد حسام ميدو الان سيذهب الى الاستوديو الاعلى. الاستوديو الاعلى ينتظر فيه زميل ابراهيم علي. ابراهيم طبعا حلاقنا المحبوب والمحترف اللي انا حيظبط ميدو، ومعنا ايضا زميل شادي من موقع بي ان سبورتس نت، وكما قلت سيبث او سيضع فقره الحلاقه على الفيسبوك لبي ان سبورتس، بامكانكم ان تشاهدوه. وطبعا يعني ابراهيم ما وصيك والله شجاعه من ميدو. والله شجاعه من ميدو. انا احترم يعني ميدو، نحترم الجمهور وكان وفي وعند كلمته، حاولنا نساعده احنا ونحافظوا على شعاراته. جاي رمضان وجاي اليورو وفي استديوهات كثير عنده، وفي عنده دعوات برا، لكن هو قبل هيك حلق شعره، يعني لما كان في تذهب حلق شعره ورجع طلع، وما شاء الله هو وسيم شعره شعر في روما مقبول. احنا هنا موجودين في رغبات الجماهير. بالضبط. احنا لبينا بالضبط 72 ولا 78. عداك العيب. الان ميدو وصل. لا مسامحه نوي ابو خالد. ايوه يا ميدو، انا حريص. لازم نواف السنه الجايه يراهن على حاجه. ايه انا انت دورك جاي على شعرك انت الدكتور. طبعا ابراهيم صار له شهرين يستنى في هاللحظه، صار له شهرين عم يسخن ابراهيم. خالد لازم يعني يتقدر على المجهود. طبعا صار له ساعتين وهو مشيك لك يا مشيك لك يا سيدي. شهرين يسخن. بس يا جماعه الشعر ما تضيعوا، ما ترموا الشعر ولا لا؟ يلا يا ابراهيم، ترى الشعر ما تفرط فيه، ممكن بعد هيك في ناس تعمل عليه مزاد. يعني انا ما شفت حد تكلم في موضوع مثل موضوع شعر ميدو في هالشهرين على المستوى الرياضي. تركوا الدوري الانجليزي وتركوا ليستر ورياض محرز وكل واحد يقول لك شعر ميدو. عملنا استفتاء لبعض، قلنا لا 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 نوافق ولا نسمح ولا نسامح وبالموس والكذا وقصوه على الزيرو. نقول حق ميدو ابتسم الصوره تطلع احلى. مش لازم دي ميدو. لا عشان يعني ابتسم عشان ما تطلع احلى. لكن ميدو انت لما كنت لاعب حلقت شعرك قبل هيك كثير ما شاء الله عليك، مميز بالهيد. بصراحه الهيد كنت تلعبها احسن بشعر او بدون شعر؟ لا بشعر. ليه؟ تزلق الكوره تزلق من غير لا مش زيرو، هو حتى ما حلق زيرو. ما حلقت زيرو وقتها، انت حلقت على واحد. طيب معلش، ما شاء الله 3 شهور يعني نمسك خشب وشعرك جميل وقوي. خلال كم رجع طلع شعرك في المره الماضيه؟ يومين. لا رجع طلع طبيعي. يعني قدامه انا بقول خلاص كبرت انا شويه، يعني مثلا قدامه 4-5 شهور. يعني الموسم الجاي ترجع لنا بشعر. الموسم الجديد ما عادش يتراهن على شعرك. رجع. العائله استشهدتم في هذا الموضوع، حكيت العائله في هذا الموضوع. كان 2 ولا كام؟ يلا ابراهيم زيرو ابراهيم. خلي لا زيرو ليه؟ لا خلي ابراهيم وضميره يا ميدو. زيرو. خلي ابراهيم وضميره. 2 ابراهيم. يا ابن الذين انت. ابراهيم شوي يا ابراهيم. بص كابتن نبيل فرحان ازاي؟ ما اعرفش فرحان. نبيل معلول الضحكه واصل لهنا. يعني انا اول مره شفت كابتن نبيل يضحك كذي. زيرو ابراهيم. يا ابراهيم شوي يا ابراهيم. شوي يا ابراهيم. كافي كذا خلاص. يا ابراهيم والله انك بطل يا ميدو. خلاص والله انك بطل. انا اشهد انك بطل وملتزم بكلامك. ما شاء الله عليك. بس انا خايف انك تصير اوسم بدون شعر. خلاص كافي ابراهيم. انت شاورت العائله في موضوع الحلاقه ميدو؟ حكيت للعائله؟ قلت لهم مؤيدين ولا معارضين؟ لا كله مؤيد. كله مؤيد من منطلق الالتزام بوعدك. لازم نلتزم. والله انه شجاع. والله انا احييك واحييهم. وده اقول لك على الهواء والله طلعت علي يا ابو خالد.
اوفيت طلعت عليه شوف. هذه المفاجاه اللي حتصدمكم الان. والله طلعت عليه الان هذه المفاجاه اللي حتصدمكم. كابتن نبيل، نعم اخوي. انت فرحان فيا كده ليه؟ ليه؟ انا مش عارف نبيل يعني ما بعرف اكثر واحد متحمس. انا متخيل لو كان معنا اخونا محمد سعدون سعدون اكيد حيكون موقفه مشابه. محمد الحين يصور الشاشه. الله اعلم يصور محمد الشاشه. يمكن الله اعلم ليش متحمسين لهالدرجه ضد شعرك يا بيدو؟ بص يا ابو خالد، لما كنت حلقات طارع قبل كده كنت فت يعني. وانت ما شاء الله عليك دلوقتي ما شاء الله عليك. الله اعلم شوي أنا شكلي عامل خفف العشاء بس. ابو خالد لانه الموضوع جاي هكا معناها فدلك الموضوع معناها نحكيه. إيه كنا نمزح في الاول. انا قدوه وصارت جد مثل جاري لينيكر رئيس وزراء بريطانيا قالها، قال يجب ان يتقيد بوعده. وانا في رايي ميدو اشجع من جاري لينيكر، لانه جاري لينيكر اجل الاستوديو الاول في الموسم الجاي. والله يعني مثل شجاع. ما قال تيم شيرود من شوي قال يصدر بده يعمل لياقه في الجيم. والله شجاع يا ميدو. الله يا ميدو. كلها تعالوا. برافو. انا يعني اعتقد انه صراحة الجمهور مبسوط منك الان يا ميدو. ذكرتني وانت لابس فنية روما دلوقتي. لا وانا لابس حتى معكوسة. توتنهام نعم وانا لابس فانيله روما بلس 35 كيلو. سهل تروحها. انت ما شاء الله عليك لسه انت اصغر من ابراهيموفيتش يا ميدو. انا 33 سنه. طيب كان ممكن تكون تلعب يعني والله تجيب هدف. المفروض. طيب يا ميدو معلش المفروض. ما هو اكثر هدف تذكره انت؟ الهدف اللي فرحت فيه كثير. هدفي في ريال مدريد في الشامبيونز ليج مع مارسيليا انت ما شاء الله سجلت في ريال مدريد وفي برشلونه. وبرشلونه، لكن واحد مع مارسيليا وواحد مع اياكس. هدفي في ريال مدريد كان بالنسبه لي وملعب الفيلودروم واجواء الفيلودروم. نعم. كان هدف مميز جدا. وهدف مصر والسنغال تصفيات كاس العالم 2002 نعم. كان لحظات عمري ما انساها. والهدف اللي سجلت فيه هدفك على ليبيا في افتتاح كاس افريقيا 2006. وليبيا لان نعم. كانت ضغط كبير اجواء كانت غير طبيعيه في مصر في 2006. نعم. شوي يا ابراهيم. يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم بس في قدام حته كده صغيره على الجبين يا شوي ابراهيم. شوي يا ابراهيم، شوي شوي عليه. برد على ايه. والله ما شاء الله عليك. بعدين عيني عليك برد يا ميدو. إبراهيم. ما زلت انت نفسك يعني. ميدو الحين صرت البرد على طول يجيك. ليش ماسك مشط ابراهيم؟ ما تحتاج. ليش ماسك مشط؟ بالمناسبه ميدو إبراهيم. ميدو الماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها الشباب الكابتن نبيل والكابتن طارق عشان تحافظ على معدل الشعر هذا. حلقت كله كده؟ ايه حلو. سامعني ميدو؟ ايه يا ابو والله خالد؟ حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك خليني في اللي انا فيه بس. ماكينات الحلاقه والله حلو. ماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها فرحان فيا. والله حلو. والله حلو. يقول خلينا حلو. الماكينات الحلاقه اللي اهدوك اياها الشباب مشان تحافظ على معدل الشعر. ما شاء الله تبارك الله. كل ما تشوفه طول شوي ادي له نمره واحد. بعدين ابراهيم ما يقصر يا ميدو. وابراهيم حاضر وموجود. والله ابراهيم ما يقصر والله. هو والله الان إبراهيم اسمعوا على بقى فكره يعني على فكره هلا على الجد. على فكره هلا على الجد. ترى ابراهيم هلا عليه. والله مشيت معه. ما شاء الله عليه. على فكره ما شاء الله عليه. ابو خالد على فكره ابراهيم هو عارف نفسه صار انه له وسيم ما شاء الله. صار له تقريبا شهر كامل يسخن معسكر وعامل دايت. ابو خالد قبل المباراه الحين هو يسخن عنده ساعتين. هو يسخن عنده ساعتين. شهر مسوي دايت عشان الجاكيت تتسكر إيه. والامور هذه. هذا ابراهيم. ابراهيم ايه الان دايت على ميدو بقى. وصار له ساعتين. والله يا ميدو طلعت بطل صراحه. والله بطل ابراهيم صراحه بطل. ليستر سيتي اسمعني ليستر سيتي ورياض محرز ابطال في انجلترا وانت بطل عندنا. الله وكنت عند كلمتك وما شاء الله عليك يعني انا شايف صرت اوسم اوسم ويا شاء الله عليك. وسامه ورجوله ما شاء الله. احمد حسام ميدو. شكرا ابراهيم علي. شكرا ابراهيم. شكرا ابراهيم. شكرا ايضا لشادي. انت عم تصورنا احنا شايف انت بدهم بدك تصور ميدو. احنا حنحافظ على شعبنا ان شاء الله وما حنراهن على الموضوع ابدا. وارجو كلكم تتعظوا هالكم شعره حافظوا عليهم. شفتوا شو اللي صار. لكن بصراحه يعني كابتن احمد حسام ميدو كان عند كلامه واعتقد انه نحن عملنا استفتاء حاولنا نساعد حاولنا نساعد